10 ركعات، ودي انا عمري في حياتي ما صليت تقريبا 80% هنطلع على التلفزيون الكرجسي النهارده. لا يا عم الكاميرا شغال. صباح الفل، عاملين ايه واخباركم؟ دلوقتي انا في كرجستان. رايحين النهارده ان شاء الله نصلي الجمعه في المسجد السنترال موسك هنا، اللي هو المسجد المركزي معنى اصح. المسجد ده يعتبر من اللي بنيته هي تركيا، مبني من 2016 او 2018، بس هم بدأوا البناء بتاعه من حوالي 2012. تعالى ما تتكسفش، تعالى. وبيقولوا ان المسجد ده هو من اكبر المساجد في العالم، من اكبر 5 تقريبا اللي تركيا بتستثمر فيه او دفعت فيه. احب اعرفكم الاول مصطفى، هو ساكت مكسوف من الكاميرا. عامل ايه يا مصطفى؟ الحمد لله تمام دكتور حسني. الحمد لله. فاحنا فاضل لنا بالظبط 15 دقيقه على الاذان، والناس دي انا مش باثق فيها الصراحه في موضوع الخطبه وكده، لان حتى في كازاخستان كانت الخطبه تقريبا 4 دقائق 5 دقائق. اسرع حاجه عندهم من الصلاه. اسرع حاجه عندهم الصلاه، اللي هو انجز حاله، خلاص انت صليت خلاص، هو فرض وعدى خلاص. الموضوع ده الصراحه انا ما كنتش متعود عليه، عشان كان في مصر كنت متعود ان الخطبه بتقعد لها حبه حلوين، بس بيقولوا برضه حتى في مصر دلوقتي بقت الخطبه سريعه. فهنروح دلوقتي ونصورلكم الطريق هناك واحنا رايحين ان شاء الله، وبرضه هعرفوا كام معلومه تانية، بس نوصل ان شاء الله الاول عشان ما نتاخر. لسه مخلصين دلوقتي صلاة. للأسف ظلمنا الإمام، قعد حوالي ساعة ونص من ساعة ما هو بدأ الأذان لحد ما خلصنا صلاة خالص. الصلاة كانت غريبة شوية عشان أكون صريح شوية معاكم. إحنا ابتدينا الأذان، بعد كده هو بدأ على طول سورة الكهف، دي حاجة كويسة مش وحشة، ولكن بعديها هو بدأ الخطبة الأولانية وهي كانت باللغة الكرديسية، دي حاجة تمام. ولكن بعديها هو الناس كلها قامت تصلي، صلينا 4 ركعات، وبعديها بدأنا بقى الخطبة الثانية اللي هي بالعربي. خلص الخطبة اللي بالعربي، صلينا عادي اللي هي ركعتين، بعد كده صلينا تاني 4 ركعات. يعني بالمجمل النهارده صلينا الجمعة 10 ركعات، يعني دي حاجة بالنسبة لي جديدة. إذا كانت سنة أو لا أنا ما عنديش علم الصراحة، لو حد عنده علم ممكن يكتب لي تحت، لكن قبل صلاة الجمعة اللي أعرفه إن مفيش أصلا سنن قبل الجمعة. بعد ممكن تكون هي بعد، لكن الناس كلها بتقوم تصلي، مش مثلا الناس اللي عايز يصلي السنه بيصلي. ما عندكش امكانيه انك اصلا تمشي، انت هتصلي السنه يعني هتصلي السنه. فانت ايه رايك في الموضوع ده اصلا، بما انك لسه جاي من كام يوم او بقالك شهر تقريبا هنا؟ هو الموضوع غريب شوية بس حلو، يعني كويس. الموضوع شايف الإسلام هنا كويس، والملتزمين طبقوا الشريعة كويس. هو عموما كردستان دوله مسلمه، فيها حوالي 80 او 90% منهم مسلمين. ومسلمين بمعنى مسلمين، يعني انتوا فاكرين في روسيا كانوا مثلا في ناس مسلمه بس اسما فقط، ولكن هنا اللي كانوا مثلا بيطبقوا الشريعه في روسيا كانوا مثلا قليلين. ولكن هنا تلاقي مثلا محجبات كتير، تلاقي ناس مربيه دقنها سنه وحالقين الشنب والكلام ده كله. نركب بس احنا حاليا في محطه الاتوبيس، مستنيين الاتوبيس يجي. اول ما يجي ان شاء الله نوصل وهنخلص كام حاجه، وهنوريكم برضو السنتر النهارده. وان شاء الله خير وتستفادوا النهارده الفيديو بكام معلومات. كده يعتبر قربنا شويه من البيت. الخطبه هناك، الشخص اللي كان بياخد الخطبه العربيه هو راجل سعودي، هتشوفوه ان شاء الله في فيديوهات صغيره كده هحطها في النص. وهي كانت الصراحه يعني كخطبه هي كويسه، ما فيهاش اي مشكله، ولكن انا مش عارف ليه. ولكن كان في تصوير تلفزيون هناك، كان في درون جوه المسجد بيصورنا. وكان في تقريبا 80% هنطلع على التلفزيون الكرجسي النهارده لو ما كناش طلعنا اصلا في البث المباشر. ودي حاجه تمام، بس انا ما اعرفش هل دي حاجه مميزه النهارده ولا هم كل جمعه كده. هنطلع دلوقتي ان شاء الله. جمعه مباركه عليكم بس الاول جميعا وعلينا ان شاء الله. هنطلع دلوقتي على السنتر واقول لكم كام معلومه هناك وافرجكم على السنتر بتاع المدينه. عموما احنا في مدينه بشكيك اللي هي العاصمه بتاع كرجستان. وحاجه من الحاجات اللي الصراحه سحرتني في البلد كلها
وهي المناظر الطبيعيه زي ما انتم شايفين، البلد كلها خضراء وكلها جبال. ان شاء الله هنطلع مع بعض بقى شويه رحلات وفرقوا على الجبال وعلى الكلام ده كله، ولكن تعال نقسمها مع بعض ونرجع نعمل فيديوهات تاني، لان انتوا شايفين انا قطعت حوالي سنه ونص. فان شاء الله خير. يلا بينا واشوفكم بقى في السنتر. دلوقتي احنا في السنتر، اكيد انتوا واخدين بالكم ان انا هدومي اتغيرت، بس ما علينا، في يوم عدى علشان ما عرفناش نصور في اليوم ده. ما علينا. دلوقتي انا دلوقتي في السنتر بتاع المدينه بشكيك، وجنبي هنا مول اسمه تسوم. نقدر نوريكم المول هنا جنبكم. تقدروا تشتروا منه اي حاجه، وزي ما انتم شايفين الناس تعتبر متجمعه هنا وبتجيب اي حاجه، او مثلا اجتماعات بتاعت الناس هنا. المدينه مش كلها نفس الشكل عشان اكون صريح معاكم، لكن هي متقسمه لكذا جزء. في معظم المدينه تعتبرها حاجه كده بسيطه شويه، المدينه سيمبل شويه. ودي نقطه تاخدنا للاسعار. الاسعار هعمل لكم فيديو منفصل عنها، ولكن هنا نقدر نقول ان هي ارخص من روسيا. البلد مش متاثره جامد بالحرب ما بين روسيا واوكرانيا واللي بيحصل، ولكن الاسعار هنا قليله شويه عن روسيا. مش هقول السعر بالظبط كام، اللي هو انت هتحتاج كام في الشهر وكده، لان ده بيختلف من شخص للتاني زي ما احنا شرحنا قبل كده. ولكن نقدر نقول ان هي هتبتدي من اول حوالي 150 دولار في الشهر. ده بالنسبه لمعيشتك، اكلك وشربك والكلام ده. سيبها برات. ده بالنسبه لاكلك وشربك وكده. بالنسبه بقى للمعيشه اللي هي مثلا السكن والكلام ده، برضه هيختلف على اساس انت هتسكن فين، في شقه، في فندق، الكلام ده كله هيختلف. نخش النقطة اللي بعديها، والشعب ذات نفسه. الشعب انا عايز افهمكم كل ده يعتبر بدو اسيا. يعني انتوا حطوا في دماغكم كده البدو بتاعنا كعرب، بس دول بدو اسيا. تمام. الشعب غلبان، بيحترم جدا ويحب جدا العرب ويحب المسلمين جدا ويحب يعرف اكتر عن الثقافة بتاعتنا. بس هو شعب عنيف شوية عشان اكون صريح معاكم. تقرب شوية، تبعدش بس عشان الصوت مش لابسين مايك. فهو الشعب يعتبر مش عنصري، لكن الشعب لطيف. الفيديو ده هنعتبره فيديو هيخلص هنا. هو كان اغرب حاجه فعلا هي الصلاه بتاعت الظهر. كانت صلاه 10 ركعات، ودي انا عمري في حياتي ما صليت جمعه 10. انت صليت صلاه الجمعه 10 ركعات؟ وهو كان ما صلىش صلاه الجمعه 10 ركعات. فان شاء الله هننهي الفيديو ده على كده، وهسيب لكم شويه فيديوهات صغيره برضو عن المدينه، واشوفكم فيديو جديد، ويلا سلام.